السلام عليكم، يلا حيهم. اليوم عندنا تقرير سريع عن الشاعر علي بن هادي أبو عدوة الهاجري، أحد العاملين في قسم الأدلة في شركة أرامكو. شاعر ودليله، وخلنا نعرف كامل التفاصيل من ولده محمد بن علي أبو عدوة الهاجري. يا مرحبا بك أبو صهيب، يا مرحبا، شرفتنا، الله يعطيك العافية. الله يحييك. ممكن تعطينا نبذة عن الوالد الله يغفر له؟ أبشر. الوالد طال عمرك هو الشاعر الله يرحمه علي بن هادي أبو عدوة الشراهين الهاجري، وكان من عراف بني هاجر، وكان فصيح لسان، وكان قوي حجة. كان الشيبان ولا الجماعة اللي عنده مخاصمة ولا مراجعة عند الدول الحكومية كان يستعين بالشايب الله يرحمه. وقد قال له بيتين طال عمرك تدل على ذلك، يوم يقول اثم بلا نجد يتيبه ثلومي، ولسان راعيه ما يقدر يداعيبه، ليد الوحيدة على اليدين ما تومي، لو كان من شجاع ما لها هيبة. الله يرحمه ويغفر له. وحنا جيناه رزق بالعيال الذكران وهو كبير سن، وقام ينشد انه يعني حيله ما هو مثل اول، وبين عليه الشيب، ويقول يا الشيف لحيتي والراس يا هادي، والحيل كانه عيني مشنوانيه، ازهمك وازهم سعيد قرم اولادي، ومحمد حاسبها راس ماليه. زرعت والله وكيل الزرع يا هادي، والزرع لا بذر يشفي فيه راعيه، جنيتكم من طويل يتعب البادي، ماكر حرار صعيبات مراقيه. أبو علي، وين منازل الوالد والشيبان وربعكم الأول؟ الشايب الله يرحمه الشيباننا الأولين يقولون أنه نزل هنا شرق المدرة. شرق المدرة. نعم. في المنطقة هو هذه المدرة ناس من بني هاجر، وكان ضم الحلال هنا، ضم حلال إخوانه، لأنه كان هو الصغير، هو راعي الحلال، هو راعي القهوة، هو راعي الذبح، هو راعي الصلخ. الله يرحمه ويغفر له. ظاهر من الزام، وكانوا في الفلاتية. الفلاتية هذه امتدادها من الدفاع الإسكان اللي هناك، الإسكان هذا لين قصر الخليج، هذا امتداد للفلاتية. وظهر وعين أخوه سعيد اللي هو عمي الله يرحمه ويغفر له ويعوضه من الجنة. آمين. وحياة أبويا هلا شمال في الربيع، وخاطره ما هو بزين قام ينشد، قل عزي لمن مثلي حزين على الشديد، عليه الربيع عقفه وهو بالفليتية، يا والله اللي قاد دار الحبيب بعيد، ومن دونهم جو تعاوض وريه، ولا يقرب دارهم يكون عسماليد، دقيق مع النقهة وشقرة العمانية. أول بيت نزل حياة الشايب الله يرحمه في الثقبة تقريبا عام 1973 1393 تقريبا، شارع شقرة. وقبلها طال عمرك الشايب قاعد نزل ام حويض مقابل اسكان الدمام للجهه الجنوبيه الشرقيه، وكان قصران هناك العسكر العضيه بني هاجر الله يرحم ميتهم ويطول عمر حيهم، وآل حجاب بن محمد آل منيف، وحياة حمود بن محمد بن محسن آل السهدي المرسان. وهذا طال عمرك بيت آل فرينيا الحمراء بني هاجر. ورابع بيت حمد بن حجرة آل سعد حطاني. حياة الشايب الله يرحمه كان ملازم للعالم الجغرافي الامريكي من اصول بلجيكيه اوربن كينت. البيت هذا كان بيتين لولد عمي محمد بن مبارك ابو عدوه الشراهين. هذا بيت مبارك بن ناصر المعمم الشراهين. البيت هذا يعني سبحان الله على شكله الاول على نفس ما هو عليه. نعم ما شاء الله. وهذا بيت عمي الله يرحمه ويغفر له ناصر بن هادي ابو عدوه الشراهين. طبعا ابوي ناصر من المعمرين ومن المشاركين مع عبد العزيز، مع الملك عبد العزيز. نعم، في توحيد المملكه في جنوبها وفي معركه كنزان. هذا محل علي بن ناصر آل أبو البيدة الشراهين. تقاعد عام 1962 اللي هو 1382 تقريبا.
واكثر العالم يحسبونه متقاعد اخر عمره من الارامكو، وهو لا، غير صحيح. هو كان في اماره الظهران ومتقاعد من اماره الظهران. اشتغل في الاماره مع الاخويا في اماره الظهران مع الله يرحمه ويغفر له الامير السماري. ما جاه العيال الا هو يعني كبير، تقريبا عمره 62 تقريبا ولا 60. اكبرنا هادي، عقبه سعيد، عقبه هنا، عقبه مبارك، عقبه خالد، عقبه محسن. والشايب الله يرحمه ويغفر له تزوج 3 مرات. خذ بنت دخيل المعمم، دخيل بن فاجع المعمم، وخذ مريه من الجرابعه ام البنات. عقبه خذ الوالده الله يرحمه ويغفر لها بنت محسن بن زمان المرسان. ما عليك زودنا بذاك. طيب ابو علي، وش كان يميز الشايب الله يغفر له في ذاك الوقت من فراسه اللي نسمع عنها؟ والله الشايب مثل ما علمتك كان يعني فطن وفيه فراسه. ذاك الزمان طال عمرك سرق شيء من حلالنا وعينتها الرجال وقصتها الرجال لين وصل الزفلت، عقبه انقطع الاثر. المهم خذ يتنشد، خذ له فتره طال عمرك ما عينه. يقولون الشبان اللي يسولفون علينا انه عين الرجال على دور الحول في سوق الدمام. دور الحول، دور السنه؟ دور السنه. ما شاء الله. سمعت وعرف الرجال بثره. ما شاء الله. اي والله. وهز الرجال وقبض الحلال اللي عنده وخلى واحد عند الحلال واشتكى عليه عند الشرطه وقبضوه واعترف بسرقته. الله الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب هل في احد من ابناء شاعر علي بن هادي يكتسب صفه الفراسه وقص الاثر؟ والله كلنا عندنا الفراسه في معرفه الرجال اللي مثلكم شرواك ابو صهيب. شرواك الطيب، الله يرفع قدرك، جزاك خير، عليكم زود. الشايب كان عندها صايل ما هي بواجد شوي، وكان فم حويض، والقطار كان يمر من عندهم قريب منهم، وقام القطار ودعم له واحد في عرقوبها قالها روميه، واحد من الاصائل الغاليه على الشاي، واستبركت وقت ربيع، وكان هي ما ترد من مرابيعها اما مع الشايب ولا يودعها. قام يلعب يقول عزي لمن هو حزين مثل روميه، تبغي المظاهير وردت من شهاويها، تبكي على صالح والشنافيه ولا الحصانه يبان الحلم فيها. صح لسان. صاحب دينك نبدا. صالح هذا من هو؟ صالح واحد من الربع يودع الحلال، الشايب قاعده على راس العمل يودع حلاله. يودع حلاله. نعم. يعني يحطها عنده ويروح. نعم. ويضمها لين ينكف. لين يعود. الله الله. طيب من مواقف الفزعه اللي تميز فيها الشايب الله يغفر له؟ والله مواقفه واجد، بس اشهرها اللي في الامير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، وبندر على المصطفق، وحنا خواره بني هاجر. وكان الشايب عليك زود، وكان الشايب محمد بن مبارك ابو عدوه، ابوي الله يرحمه عم له، ومكبر عمره في ارامكو، وجاه التقاعد وعاده ولد. الحين يبي يعدد ميلاده عشان يكون في العمر الحقيقي يعني. وراح الشايب للامير بندر بن محمد بن عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له، وازهمه في نشيده من حيث الشايب من بدت له حاجه جاء مطرشاني، ويتذكر في اللوازم من يعينه، نفذا اللي يوم جيته ما جفاني، ينبسط وزان وجهي عقب شينه، راكب الاله همسته ما يداني، يجحد المطناج من جد المكينه، يرتكز عجه مع الارض الطماني، وان تبين كانه براقيله وينه، لجره هد القاع سلهم بطفحاني، كان شيهان تشوف الخربه عينه، نصه اللي من قبل قاصي وداني، بندرا يجعلها تبطي سنينه، ابو سعود بندرا ذرب المعاني، للخو الضيف محاشته يمينه، مد الله يوم حنا له عواني، عانز من قبلنا ومعنزينه، هم حرار تعتلي روس البياني، وحن جبال ما قواعدها بطينه، حن بني هاجر رفعين المباني، ونعم. كم حريب في فواده موجعينه، حقنا ناخذها بدنور محاني، والمعز ما ذكرنا خاينينه، من قحاطين زحازيح نرزاني، ما بعد خانوا صليح مصلحينه، كانهم جبال تحرك بزحفاني، من تركت في لقاهم معدمينه.
بسلام. كفو كفو، ونعم ما عليك والصحة الله زود، لسان.